ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنكمل مع بعض اللغة الثالثة من لغات الحب، اللي هي تقضية الوقت. احنا اتكلمنا قبل كده عن مقدمة عن الكتاب في اول مرة. تاني مرة اتكلمنا عن اللغة الاولى اللي هي التلامس الجسدي. تالت مرة اتكلمنا عن اللغة التانية اللي هي كلمات التشجيع. النهارده بقى هنتكلم عن تقضية الوقت. ولو تفتكروا ان انا كنت حكيت لكم قصة الكاتب كان كاتبها في بداية الكتاب، ان اب وام لاحظوا ان ابنهم يعني بيلف ورا مدرسة معينة وقت طويل، وبيدعي دايما ان هو مش فاهم اجزاء من المنهج، وبيطلب منها ان هو يقعد معاها في الوقت الفسحة ان هي تشرح له. و راحوا للكاتب، والكاتب يعني بعد شوية أسئلة معاهم اكتشف ان الام والاب كانوا بيقضوا وقت مع ابنهم، وبعد لما ترقوا في الوظائف بتاعتهم فهم ما عادوش بيقضوا الوقت ده معاه. فالطفل ده آم، اتجه لمين؟ للمدرسة بتاعته، لان هي دي اللي كانت بتقضي وقت معاه، وهي دي لغة الحب بتاعته. فكانت مين اللي بيديله لغة الحب بتاعته؟ دي المدرسة بتاعته دي. علشان كده هو كان يعني زي ما بيقولوا لازق فيها او بيلف وراها او بيدعي حجج علشان يقضي وقت معاها. آم، لغة الحب بتاعته هي تقضية الوقت. هتلاقيه دايما بيقولك تعالي يا ماما، اقعدي معايا، تعالي يا ماما العبي معايا. الكاتب حتى كتبها with me with me، تعالي معايا، تعالي ناكل مع بعض، تعالي نقعد مع بعض، تعالي نلعب مع بعض، تعالي نكتب الواجب مع بعض، تعالي معايا يا ماما. هي دي هتبقى الكلمة اللي في بقه على طول، معايا. آه، امهات كتير بتبقى فاكرة ان هي طول ما هي مثلا على طول بتكتب معايا الواجب، احنا قاعدين مع بعض بناكل، انا قاعده جنبه وهو بيلعب، يبقى انا كده بقضي وقت معاه. لا، الوقت مش بالكم قد ما هو بالكيفيه. يعني ان انتي تقعدي مع ابنك ربع ساعه، تسيبي فيهم الموبايل، تبصي في عينيه، تعملي حاجه هو بيحبها، هو مختارها، حاجه مش مفروضه عليه، وتقضي معاه وقت كويس، وتتخلي في الوقت ده عن دور الأم وعن دور الناصح اللي موجه، اللي دايما بيدي في أوامر. ده هيكون أبرك بكتير. ربع ساعة دي تكون أحسن بكتير من 6 7 ساعات 24 ساعة احنا معضينهم مع أولادنا، بس مش بالجودة المطلوبة. الطفل اللي لغة الحب بتاعته هي تقضية الوقت، لو ما تشبعش ده في البيت هيدور عليه بره. هتلاقيه بعد ما بيخلص المدرسة يلعب مع اصحابه في الشارع. هتلاقيه ممكن لو عنده واحد صاحبه مثلا ومستمتع بتقضية الوقت ده مع صاحبه، حتى ولو هو من الأطفال الصغيرين اللي في ابتدائي، تلاقيه ممكن يروح مع صاحبه البيت. أنا يعني بشوف الموضوع ده كتير. ليه؟ لأنه هو مش لاقي استمتاع بجودة الوقت ده معاكي في البيت أو مع أسرته في البيت، فهو بيدور على مين؟ على أصحابه، على مدرسة في الفصل، آم، على أي حد بقى يعني يشبع عنده يعني طريقته في الحب دي. آم، طيب انا اعمل ايه؟ خصصي يعني مثلا، يعني مش هقولك لكل طفل ساعة، لا، حتى لو كل طفل ربع ساعة، خليها هي بتاعته هو بس. يعني ابني الكبير ده ليه ربع ساعة، في حين ان اولادي التانيين يكونوا مثلا مشغولين في حاجة، بس انا مع ابني ده الربع ساعة دي بس سايبة الموبايل، سايبة اي حاجة، سايبة فرجة التلفزيون، سايبة الطبيخ في المطبخ، مش بنكتب الواجب، احنا بنعمل حاجة نستمتع فيها مع بعض. ممكن نحكي حدوتة، ممكن نقعد نلعب مع بعض لعبة هو بيحبها، ممكن اقعده بس على رجلي كده وافضل حضناه، ممكن اي حاجة هو بيحب يعملها. آم، انا فاكرة زمان كانت ماما بتجيب لنا كنا بنحب قوي نتفرج على حلبة وهي بتنبت.
كنا بنجيب الفول والبطاطس، نحطهم في مية ونسيبهم كده لما يزرعوا، ونشوفهم لحد ما يطلعوا ورق اخضر. كانت ماما زمان بنربي كتاكيت صغيرة في عشة صغيرة عندنا كده، وكنا بنحب قوي ان نحط لهم كده ورقة، وكانوا الكتاكيت يقعدوا يلعبوا كأنهم بيلعبوا في كورة. كنا بنقعد نلعب ونضحك. الوقت ده بقى الوقت بالنسبة لنا ذكريات. ذكريات مع بابا الله يرحمه. بابا كان من الأبهات اللي مش بتاع القهوة وكده، لا كان بيقعد معانا. احنا دلوقتي عندنا شوية ذكريات حلوين لما بفتكرهم بنقعد نضحك. هو ده المعنى الحقيقي لتقضية الوقت. تقضية الوقت مع ابنك مش محتاجة فلوس، مش محتاجة ان انت توديه ملاهي، مش محتاجة ان انت توديه يلعب في منطقة العاب في مول وانت تفضلي ماسكة الموبايل. لا، قضي وقت مع ابنك بأقل الامكانيات. حتى لو انتوا قاعدين في العربية وانتوا رايحين التمرين وانتوا راجعين من التمرين، وقت العربية ده وقت يعني ممكن احنا غصب عننا بقى بنبقى قاعدين مع بعض في العربية. فحاولي ان انت تقضيه بشكل كويس. خليه يحكي لك على اللي حصل له في المدرسة، احكي له على اللي حصل لك طول النهار. ابنك لو ما تشبعش لغة الحب عنده، لو لغة الحب عنده هي تقضية الوقت، لما فجأة تلاقيه مراهق، لما فجأة تلاقيه طول الوقت في الشارع مع اصحابه، ساعتها فعلا هيبقى ضاع. ممكن لا قدر الله يتلم يعني مثلا على اصدقاء سوء. والطفل اللي بيكون عنده هي دي لغة الحب بتاعته بيبقى اسرع نوع ممكن يتفسد من اصحاب السوء. فخليكي انتي صديقة ابنك واشبعي لغة الحب بتاعته. آم، وزي ما قلت لكم تقضية الوقت بجودة الوقت مش بكمية الوقت. افضل اولادك وسيبي الموبايل، سيبي التلفزيون، سيبي المطبخ. الوقت بيعدي وطفولة اولادك بتعدي، استمتعي بيها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة